سمعتك في ودنك عشان جبتلك فيلم هيعجبك، وما تنساش اللايك والاشتراك للقناة عشان يوصلك كل جديد. وبيبدأ الفيلم يا عزيزي بثلاث ذئاب بيهجموا على أرنب وبيصطادوه، ومنهم ذئباية بتاخد جزء منه عشان تأكل ابنها الصغير، وهي قاعدة بتحرسه لحد ما يخلص أكل لحسن حد ياخده منه، وهو طبعا لسه صغير وتعبها يضيع على الفاضي. وهنا بيوصل الشاب الوسيم ده واسمه جاك، وجاي المدينة يدور على المكان اللي كان شغال فيه أبوه قبل ما يموت، وده لأنه كان بيحكي له إن المكان اللي شغال فيه ده مليان دهب. فيتعرف على ثلاث أشخاص بيعرضوا عليه إنهم يشتغلوا سوا، لكنه كان مقلق منهم شوية لأن شكلهم مش وش خير، وفعلا بيكتشف إنهم سرقوا كل الفلوس اللي معاه. بعد كده بيشوف جبل جليدي ومجموعة كبيرة من الناس طلع عليه، فبيعرف إنهم بيدوروا على الذهب اللي بيدور هو عليه برضه، فبيطلع معاهم. وهنا بيقابل شخص اسمه أليكس، فبيتعرف عليه وبيعرف إنه كان شغال مع أبوه. فجاك بيطلب منه إنه يعرف المكان اللي أبوه كان قاعد فيه، لأن المكان ده بالذات فيه ذهب كتير. فقال له خلاص يا سيدي أنا هساعدك، بس نتفق اتفاق إنه يكون ليا جزء من الذهب لو لقيناه، بس في حاجة لازم تعرفها، إن الجو هنا صعب خالص وممكن تموت من البرد. لكن جاك قال له أنا معاك مطرح ما تروح، علشان خاطر عيون الذهب هعمل أي حاجة. وهنا بيصحى صاحبه ماكس وبيعرفه على جاك، وأول ما بص في خلقته قال له أنت شبه أبوك بالظبط، وإني هساعدك للوصول للمكان اللي أبوك كان عايش فيه. وبيبدأوا بالتحرك مع قطيع من الكلاب واللي كان معهم تابوك في جثة هيدفنوها في مكان معين. ونرجع مرة تانية للذئب الصغير واللي بدأ يشد حيله ويلعب مع أمه، لكن بتسيبه وتطلع تدور له على صيدة تانية يتغدى بيها. لكن أليكس أول ما شافها حاول يضرب عليها نار فجريت منه. وأول ما الدنيا ضلمت بدأوا يولعوا نار عشان الجو برد، وأثناء ما ماكس بيأكل الكلاب سمك بتيجي الذئبة الأم وتخطف سمكة وترجع لابنها الصغير عشان تأكله. ومع الصبح بيكملوا طريقهم، لكن بيعدوا على منحدر تلجي فبتقع العربية منهم، فالتابوت بيتفتح وبيطلع منه جثة الراجل اللي كانوا هيدفنوه. وجاك بيشوف المنظر فبيقرب عشان ياخد شنطته من جنبه، لكن التلج بيسيح تحته وبيقع في المية. وبسرعة أليكس وماكس بيحاولوا ينقذوه بالحبل، وأول ما بيطلع بيقلعوه هدومه ويولعوا النار عشان جسمه يدفى. وأول ما الليل بيدخل بتظهر الذئبة تاني، فيحاولوا يحموا الكلاب منها، لكن بيظهر أكتر من ذئب في الوقت ده. فماكس بياخد البندقية وبيضرب عليهم نار، وفعلا بيصيب الذئبة الأم، لكن الطلق اللي حيلته بيخلص، فبتهجم عليه بقية الذئاب وبيعملوا منه وجبة دسمة. ومفيش قدام جاك وأليكس غير إنهم يتفرجوا عليه، لأن ما باليد حيلة. وفي الصبح وهم بيلموا حاجتهم عشان يمشوا بتهجم عليهم الذئاب مرة تانية عشان يموتوهم، لكن بتيجي مجموعة ناس معهم أسلحة فيقدروا ينقذوهم. نرجع للذئبة المصابة واللي بتحاول توصل لابنها وهي بتزحف، فيطلع يلاقيها بتموت قدام عينه فينام في حضنها ويفضل يعوي بصوت عالي. وبيمشي فيلاقي قدامه شوية ذئاب بيلعبوا، وأثناء ما كان ماشي بيقع في كهف من الجليد فيخاف ويطلع منه بسرعة. وهنا جاك بيشوفه ويصفر له، لكن الذئب بيجري منه وبيلاقي قدامه شوية مية فيهم سمك، فيحاول يصيد سمكة، لكن الموضوع كان صعب عليه، وده لأنها صاحية وبيفضل جعان. لكنه بيشوف أرنب قدامه في شجرة وقال بس دي فرجت، لكن في الآخر بيتفاجئ إنه ده فخ وصاحبه راجل هندي، واللي بيقول لصاحبه إن الذئب ده نصه كلب ونصه أسد، فياخده معاه البيت. ونرجع لأليكس واللي بيدفن صاحبه اللي في التابوت في المكان اللي كان موصيهم عليه، وبيكملوا طريقهم لحد ما وصلوا لقرية تانية. لكن أليكس قال لجاك أنا مش هكمل معاك وكمل أنت لوحدك. ولما سابه ومشي فضل جاك يراقبه لحد ما لقاه دخل حانة، فدخل وراه فلقى أليكس واقف مع صاحبة المكان واللي اسمها بليندا، فتعرف عليها وعزمته على العشاء بالليل. وأول ما روح قال لأليكس إنه محتاجه معاه عشان يلاقوا الذهب، وفعلا أليكس بيوافق. وتاني يوم بيصنعوا قارب وبيعدوا على قبيلة هنود، وأليكس بيقول لجاك إن رئيسهم صاحبه من أيام الجيزة وإنهم هيباتوا عنده النهاردة. وبيطلع رئيسهم الهندي اللي عمل فخ للذئب، وجاك بيشوف الذئب واللي ما شاء الله كبر وبقى ملو هدومه، فيفضل جاك باصص للذئب والذئب بيبادله نفس النظرات. بعدها جاك بيشوف الذئب واقف لوحده وبيعوي بصوت عالي، وبيكون حاسس من ناحيته بشعور غريب. مع تاني يوم وأثناء ما جاك بياخد جولة في الغابة بيظهر له دب كبير فبيهجم عليه، لكن جاك بيدخل تحت كوم خشب وبيستخبى تحته، فالدب بيحاول يوصل له بأي طريقة، واللي كان خلاص قرب يمسك جاك لكن بيفلت منه. وهنا بيوصل الذئب وبيدافع عن جاك وبيظهر شراسته عشان يخوف الدب، وفعلا الشراسة جابت نتيجة والدب خاف. وبعدها بنشوف جاك بيديله حتة لحمة لأن أنقذ حياته، وبيركبوا القارب في لحظة وداع من الذئب. واخيرا وبعد رحلة طويلة أليكس بيوصله للكوخ اللي ابوه كان عايش فيه،
فجاك بيلاقي صورة ليه وهو صغير مع أبوه فيتأثر جدا على موت أبوه. وهنا أليكس بيقول له شد حيلك يا بطل ولازم تدور على الذهب. ونرجع للذئب وهو ماشي مع الراجل الهندي بيشوفوه الحرامية اللي سرقوا جاك في أول الفيلم، وبيظهر معهم كلب شرس وبينبه على الذئب فيسيبوه عليه علشان يقتله، لكن يحصل العكس والذئب هو اللي خلص عليه. فبيعجب الحرامية ويحاولوا ياخدوه معاهم بأي طريقة ممكنة. فقالوا لصاحبه إن الذئب بتاعك موت كلبنا فلازم ناخد الذئب مكانه وإلا هنبلغ الشرطة. فاضطر الراجل الهندي يسيبه ليهم علشان ما يحطش نفسه في مشاكل. فبيحبسوا الذئب علشان يستخدموه في القتال ويكسبوا من وراه فلوس، وبيبدأوا بضربه علشان يبقى شرس أكتر. وبعد كام يوم دخلوه في قتال قدام كلب قوي، لكن بتظهر قوة الذئب واللي بتنهي المباراة في صالحه. لكن بيظهر عليه الحزن لأن دي مش حياته، والناس دي يوميا بيدخلوه في قتال وبيكسب بفضل قوته. وفضلوا يجوعوه ويضربوه علشان يبقى شرس أكتر، لكن حصل العكس وبقى أضعف. حتى إنه في يوم دخل معركة قدام كلب شرس فهجم عليه بقوة وعضه من زوره، والذئب مش قادر على المقاومة قدامه. في الوقت ده بيظهر جاك وأليكس في المدينة وفي مكان المصارعة، فبتيجي عين جاك على الذئب وهو واقع على الأرض والكلب بيعض فيه، فبيجري عليه علشان ينقذه. لكن الحرامي قال له إن الكلب ده بتاعه، بس جاك خدوا منهم مقابل الفلوس اللي قلبوها منه في أول الفيلم. وفعلا جاك بياخد الذئب عند بليندا صاحبة الحانة وبيهتم بيه وبيعالجه، بيفضل قاعد قدامه الليل كله. وبياخده جاك تاني يوم للكوخ ويبدأ بالاهتمام بيه وبيأكله بإيده وبيطبطب عليه كمان، وبكده يكون ردله الجميل بعد ما أنقذه من الدب. وبدأوا يلعبوا مع بعض بعد ما بقوا صحاب وبيساعدهم في الشغل كمان. وفي يوم بينفجر المنجم وينهار وجاك من جوه، لكن الذئب بيفضل يحفر لحد ما يخرجه. وهنا بيتفاجئ أليكس لأنه شاف تراب دهب على رجل الذئب، فقال لي جاك إن أكيد الدهب هنا. وفعلا بيدخلوا المنجم وبيلاقوا الدهب اللي بيدوروا عليه، فجاك حب يتأكد إن الدهب ده خالص، فخد عينة منه وحبس الذئب في الكوخ علشان خايف عليه. لكن الذئب كان ليه رأي تاني، فنط من الشباك علشان يروح معاه. وأول ما وصلوا محل المجوهرات اللي في المدينة علشان يختبروا الدهب، في اللحظة دي الذئب بيشوف واحد من الحرامية فبيجري علشان ينادي باقي أصحابه، وفعلا اتفقوا إنهم يراقبوه علشان ياخدوا الدهب اللي معاه. وأول ما رجع جاك لأليكس قال له إن الدهب نقي 100%، فبيفرح أليكس وبياخده بالحضن. وبالليل أليكس بيقترح على جاك إنهم يكونوا شركاء في الفندق اللي هيبنيه في سان فرانسيسكو. لكن في الصبح الحرامية بيوصلوا عند الكوخ، وواحد منهم بيطلع فوق يسد المدخنة علشان النار تولع في الكوخ، ويبدأ ضرب النار عليهم وهم بيحاولوا جوه يطفوا النار بسرعة. لكن واحد منهم بيكسر الباب وبيدخل علشان يقتلهم، لكن بيظهر الذئب وبيهجم عليه. وأخيرا قدروا يقبضوا عليهم ويسلموهم للشرطة. بعدها أليكس بيقول لجاك إن الذئب مش هينفع يسافر معاهم والحل إننا نرجعه الغابة. فيسمع الذئب الكلام ويحط راسه على رجل جاك علشان ما يتخلاش عنه، لكن جاك بياخده للغابة ويفضل يودعه ويطلب منه يمشي. لكن الذئب مش سامع الكلام وبيفضل واقف له، فيضطر يمسك له عصاية وطوبة، وبالفعل بيخاف منه ويجري. فيندم جاك ومش بيكون عارف هو عمل كده ليه بسهولة. فرجع لأليكس وقال له إنه مش هيسافر، فبيعرف أليكس إنه مش قادر يبعد عن الذئب، فيودعه أليكس ويمشي. ويرجع جاك يدور على الذئب وللأسف مش بيلاقيه، فبيرجع يصلح الكوخ من تاني، وفعلا بيظهر الذئب من بعيد فبيجري عليه جاك وبيحضنه. وجاك بيكون مبسوط جدا لأنه هيعيش معاه على طول. شكرا لسماعك للفيلم.